في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة البلاد. الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. أول زيارة خارجية للرئيس السوري أحمد الشرع. عزيزي المستمع، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة البلاد، يستعد الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة المملكة العربية السعودية غدا يوم الأحد 2 شباط، ومن المتوقع أن يلتقي السيد الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة، إلى جانب زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. كما سيرافق السيد الشرع وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين. وتأتي زيارة الرئيس السوري إلى المملكة بعد أيام من مؤتمر إعلان النصر وإعلان القيادة السورية الجديدة، وسط مساع إقليمية ودولية لإعادة ترتيب الوضع السياسي في سوريا وتعزيز العمل العربي المشترك. طبعا الزيارة التاريخية سيكون لها صدى إيجابي على سوريا خلال المرحلة المقبلة، وسنتابع تفاصيل تلك الزيارة وما سينتج عنها بعد اللقاءات التي سيجريها الرئيس الشرع مع المسؤولين السعوديين. ومع ترقب تلك النتائج يمكن أن نقول لشعبنا السوري اليوم: هنيئا لشعب يقوده زعيم يستهل عمله الخارجي بزيارة بلاد الحرمين الشريفين. ولنحتفل بصوت عال بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، فهناك من يتألم من احتفالاتنا، وهناك اليوم من يلطم في طهران وصوته وصل إلى مالطا. ونقول لهم: لا تكتفوا باللطم، يمكنكم أن تمرغوا أنوفكم ببول البعير، كما قام الشعب السوري بتمريغ أنوف الفرس والشيعة، بالإضافة أيضا للروس في الوحل. خير الكلام ما قل ودل. أدعوكم الآن للاشتراك في القناة والانضمام إلى قناتنا في تليجرام. أترككم بحفظ الله ورعايته إلى لقاء آخر، والسلام عليكم.